إيطاليا بتولع يا جماعة. أنا مش هقول دي عين مين، بس هو عارف نفسه كويس. في يومنا الخامس على الساحل الإيطالي اللي خلاص جبنا آخره وهو كمان جاب آخره، كان في حرايق كتير جدا على الطريق. جزء كبير منها كان فوق الجبل، وساعات كتير كان بيبقى على الطريق ونعدي من وسطيها. اتحركنا على الطريق ونفسنا نلاقي أي حتة ناكل فيها حاجة خفيفة، ولو فنجان قهوة. مفيش خالص. عشان كده خدت القرار إن أركن على جنب وناكل حاجة خفيفة، ودي حلاوة الساحل الإيطالي، وخصوصا لو معك عربيتك تقف على جنب على فيو حكاية وتقعد تاكل براحتك. كملنا بعد كده الطريق فين وفين لحد ما وصلنا لمدينة اسمها باولا، وهناك قعدنا قعدة رايقة ناكل ونشرب قهوة، وزورنا كمان الكنيسة المشهورة اللي هناك، وكملنا عشان نوصل للفندق اللي هنسكن فيه في مدينة هي اسمها بيتقال ازاي ده؟ المهم هي دي. لكن جت المفاجأة، مش بقول لكم حد بصص لنا فيها؟ ما لقيناش حد في الفندق. لحظة بقى كده، أنا دلوقتي في آخر الساحل الإيطالي، واقف في الشارع مش لاقي مكان أبات فيه، والعربية كمان قربت تقطع بنزين. شكرا. بعد تفكير كان الحل الأمثل إني أتجه ناحية الشمال شوية وأودع الساحل الإيطالي اللي خذلنا في آخر الرحلة. بس بصراحة كانت رحلة جميلة منكرش، ما خذلناش قوي يعني. وفعلا بعد ما اتحركنا لقينا سكن تاني في منطقة وقرية بسيطة جدا وصغيرة، وختمنا يومنا هناك في قرية مارانو مارتشيستو. بس لسه رحلة الساحل ما خلصتش وفاضل فيها تكة صغيرة، فاعملوا فولو عشان ما يفوتكوش حاجة، وما تنساش تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت من أول الرحلة.